أول درس معانا هو إن مش كل فاهم نبيه. دكتور علي شراتي كان بيقول إن من أخطر أنواع الجهل اللي بيلبس لبس الوعي. دي الكارثة بقى. اللي حصل معايا علمني إنك ممكن تبقى فاهم بس بدون وعي، بتستخدم الفهم بتاعك ده وإنت متخيل إن هو صح في المكان الغلط. بس الصح في المكان الغلط مش هيجيب مفعول، مش هيجيب نتيجة. النباهة هنا إنك تفهم الموقف. الحفظ والمعرفة بدون وعي عبء تقيل أوي. هقولك زي إيه؟ زي إصدارات الدين الجديدة، وإنه يقولك دايما اسعد بالفقر يا ابني، اسعد بالفقر. ده انت ايه؟ وما خدناش بالنا واحنا بنستعيذ من الفقر بعد كل صلاة.